شوف الإمام الشافعي والإمام أحمد، معلومة قصة الإمام أحمد لما قال لشيخه الإمام الشافعي، قالوا هناك أحد يدعى بأنه من الصالحين عن سيدنا شيبان الراعي، هيا بنا لنصحح له يعني شأن عبادته، لعل راه يلبس على الناس، لعل نشوفوه نختبروه. قالوا الإمام الشافعي ما دخلني فيه، هو من الأولياء أنا لا دخل لي فيه. قالوا يا سيدي نروحوا احنا إلى من باب النصيحة لنا. فذهبوا فسألوه، قالوا له نريد أن نسألك في أمور صلاتك، إذا الإنسان ترتب عليه كذا وكذا في الصلاة ما حكمه؟ قالوا عندنا أم عندكم؟ عندنا أم عندكم؟ يعني عندنا نحن السادة الصوفية في مذهبنا الخاص في عبادة العزائم أو في مذهب العامة. نعم. قالوا ألكم فيها مذهب؟ قالوا نعم. عندكم الحكم فيها كذا وكذا، أما عندنا قلب سهى عن الله في حضرة الله وفي الصلاة سهى عن الله لابد له أن يؤدب بعام صيام وعام قيام. فتضارب الإمام الشافعي، أخذه حال وبكاء. فقالوا الإمام أحمد هذا المال اللي راك فيه الغنم هذه ما الذي يترتب عليها من الزكاة؟ قالوا عندنا أم عندكم؟ قال ولكم فيها مذهب كذلك؟ يعني كل شيء عندكم فيه مذهب مخالف لرأينا؟ نعم. احنا الفائدة في كلمة عندنا أم عندكم، هذا ما بين الأولياء اللي هم مكرهم بيناتنا الآن، وما بين العامة يعني بيننا وبين الأولياء، بينك أنت الآن وبينك غدوة كن يفتح عليك مولانا. فكيف ما بيننا وبين سيد الوجود صلى الله عليه وسلم؟ وش نقولوا عنده أم عندنا؟ ولا يجوز المقاس أبدا. قالوا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا؟ إلا عدنا نقارن نفوسنا بسيدنا رسول الله حطينا من مقامه حاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم. ودائما خذوا المثال هذا وقيسوا به. إذا جاك أحد وقال لك لا تقول هكذا وسيدنا رسول الله كان يتعبد مثل عبادتنا ومقامه مثل مقامنا فقط وما عنده خصوصية، قل له ما رأيك لو رأيت سيدنا جبرائيل يصلي معنا ولا يصوم معنا، وش تقول؟ هل هذه عبادة مثل عبادتنا؟ يقول لك لا، سيدنا جبرائيل تنزل لنا عبادته خاصة ويعبد في ربي بشأن خاص، سواء الظاهر منها أو الباطن، حاله مع الله سبحانه كبير وله نورانية وقرب. هذا سيدنا جبرائيل، فما بالك بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. حجبتنا الصورة الحسية، حجبتنا سيرته صلى الله عليه وسلم، ولكن من المفروض سيرته لنتدرج بها. فالذي أعطاك يده اللي أعطاك يده وانت ساقط، راهو كي نزل لك يده راهو باش يجذبك ويطلع به، موش نزل لك يده باش تجذبه انت وتطيحه لتحت. يعني هو السيرة تاع سيدنا رسول الله كالذي مد يده لك لينقذك. فمن تواضع لك لا تضع من قدره بل عليه. هو تواضع علينا سيدنا رسول الله، احنا نحطه من قدره حاشاه. فسيرته كلها تواضع من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، ليدلنا على الله، ليربينا، ليعلمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. هذا في حال وضوء. قس عليها كل ما من شأنه في ظاهر الأمر تراه بأنه يعني منقذ للوضوء أو للغسل، هذا من باب التشريع فقط.